اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم نعمة الصديق. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل الكسكسي في البيت. طبعا هنعمله بطريقه موفره ومش هنضطر بقى نشتريه من السوبر ماركت او من اللي هما الناس اللي بتعمله في الارياف وكده. هنجيب كبة. هنعمله في الكبة. طبعا هو طريقته بيعملوه على ايديهم بتبقى صعبة جدا وبتاخد وقت. كبة هتسهل كتير جدا يا جماعة. هنجيب كيلو من الدقيق زي ما انتم شايفين وهنحطه في الكبة، وهنبدأ نشغلها ونحط على الكيلو كوباية من المية، واحدة واحدة وهو بيلف كده من الفتحة زي ما انتم شايفين كده. وهنسيبه يعني شوية كده لحد ما احس ان هو رمل وبقى عامل زي الرمل كده، ابدأ اطفي عليه. بعد كده هيكون معايا مصفى. شايفين منظره عامل زي الرمل. هيكون معايا مصفى وهكون حاطة على النار مية بتغلي. هو يتعمل على كذا فترة، يعني على كذا مرحلة يعني اقصد. بعد ما عملته في الكبة بالمنظر ده احطه في المصفى في اي قماشة نظيفة. وهبدأ احطه في المصفى على النار بحيث ان هو البخار بتاع المية تطلع عليه حوالي ربع ساعة. هو ده اللي بيسويه. انا حطيته في القماش اهو، وهبدأ احطه على النار في المصفى. ادي احط المصفى وهكون حاطة مية بتغلي على النار. آه طبعا في حلل بتبقى بتتباع مخصوص طبعا للناس اللي هي بتبيع وكده، بيحتاجوها اكتر لانها هتبقى مسهلة عليهم او هتبقى اسرع. لان انا البخار بصوا هيطلع من الجنب، فانا حليت له بموضوع، جبت ستريتش راب ولفيته. شايفين كتب من البخار جدا وبقى البخار مركز على الكسكسي بتاعي. بعد ربع ساعة طبعا هوريكم شكله اهو. كده بعد ربع ساعة بيكون خلاص، يعني يعتبر انه نص المرحلة خلصت بكل سهولة ويعني بسرعة جدا. طبعا غير لما بيبقى بيتعمل على الايد كده بس. آه، هنبدأ بقى نحطه تاني في الكبة بتاعتنا تاني علشان هيبقى في مرحلة تانية. طبعا انا عندي تركة كده في ان هي واحدة يعني من الارياف، فلاحة قالت لي ان هي بتحط ايه معلقة خميرة على نص كوباية مية ومعلقة سكر في المرحلة التانية. لو عايزين تعملوه بنص ما كوباية مية بس كده تمام، عايزين تعملوا وتحطوا خميرة برضو تمام، بس هو ادى طعم حلو جدا على فكرة. بس هو العيب فيه ان هو الخميرة بتخلي الدقيق يغمق سنة يعني. المهم ان انا حطيته بقى برضو، دورت زي ما انتوا شايفين الكبة وبعدين حطيت نص كوباية بتاع المية دي تاني، وهي والكسكسي بتاعي بيلف كده بحط المية. برضو بلفه شوية لحد بحس ان هو برضو رمل كده وخلص يعني خلاص. ببدأ احطه في القماشة بتاعتي. هنا في المرحلة دي اصلا انا حسيت ان هو برضو يعني عايز يتلف في الكبة شوية، فرجعت تاني عملته مرة تانية، بس انا ما صورتش المرة دي. يعني بعد ما بدأت احطه في القماشة كده حسيت ان هو فيه الحتة اللي تحت دي يعني ما تلفتش كويس. فرجعت تاني وحطيته في الكبة وعملته، بس عشان الوقت بتاع الحلقة فانا ما صورتهاش يعني. المهم ان انا بعد ما خلصت بقى وكده هحطه تاني على المية اللي على النار تاني ربع ساعة تانية غير الربع ساعة الاولانية طبعا. وهقفله برضو بالغطا واسيبه، وبعد كده بقى هوريهولكوا شكله لما خلص. طبعا الكسوسي كلنا عارفينه بيتاكل حلو وحادق. الحلو سهل جدا، بيتحط في اما في لبن زي البليلة كده، والحادق او مثلا برضو بيتحط ترش عليه سكر بودر. اما الحادق بيتعمل بطريقه انا هقول لكم عليها برضو. اديني حطيته على النار اهو ربع ساعه وهوريهولكم في التقديم.
كده هو خلص، ما شاء الله عليه تحفة والله العظيم، وخلص على طول عندي. انا عملته يومين ورا بعض على فكرة. طعمه جميل جدا، وسعره هيوفر معاكي جامد عن ما تشتريه من السوبر ماركت. انا كنت بجيبه اللي هو المغربي ده، الكيلو بيعمل لي حوالي 3 اكياس، ما يعني غالي طبعا. اما هو كده هيوفر معايا جامد. كده انا بقول لكم بقى الحادق بتاعه بنرش عليه ملح، بنعمله جنب فراخ او بط. وبناخد الشوربة نعمل منها صوص. الصوص بيتعمل ازاي؟ بنجيب بصل، وحدات من البصل الصغير، وبنحط وبنحمره. البصل ده ما بيتقطعش، البصل بيبقى بحاله. بنحمره في سمنة او زبدة، وبعد كده بنحط عليه عصير من الطماطم، ونحط ونزوده شوربة لحد ما البصل يستوي خلاص. يبقى الصوص بتاعي كده خلص وبيتاكل عليه، بيبقى طعمه تحفة. جربوه وادعولي. طبعا مع البط بتاعنا او الفراخ او اللحمة حسب ما انتوا عايزين. طبعا انا بوروكوا بقى دلوقتي ان انا ممكن اعمله كمان حلو. يعني بحطه كده بعد ما حطيت عليه الزبدة، ارش عليه بس شوية سكر بودر، وبيتاكل كده، او يتحط عليه لبن سخن كده برضو في الشتاء بيبقى حلو جدا. وتغيير في الاكل واكلة مختلفة يعني. كده نكون وصفتنا خلصت. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.